هقول لكم النهارده بقى على طريقتي اللي هتخليكم تعملوا كل يوم فطير مشلتت في البيت بطريقه بسيطه جدا ومن غير تعب ومن غير مجهود ومن غير توريق ومن غير فرن كمان. اسهل وابسط طريقه ممكن تعملوا بيها فطير مشلتت فلاحي، حتى المبتدئين هيقدروا يعملوا كمان الوصفه دي. هنعمله في الطاسه يعني على النار من فوق، وهقول لكم كمان ازاي تعملوه في الفرن لو حابين. هنجهز بقى الفطير بتاعنا او العجينه بتاعتنا. انا عامله نص كيلو دقيق، يعني 3 كوبايات ونص من الدقيق. نص كيلو اللي هو 500 جرام، 3 كوبايات ونص. نحط عليهم نص معلقه صغيره من الملح ومعلقه ونص كبيره من السكر، ونقلب كل حاجه بقى مع بعضها. وبعد كده بقى بننزل عليه بميه دافيه، بنعجنه يعني بميه دافيه بالتدريج واحده واحده كده لحد لما العجينه تتلم معانا. انا مش هقول معيار محدد لانه كل دقيق بيختلف عن نوع دقيق تاني. يعني اول ما تحسوا انها قابله للعجن تبتدوا تعجنوا فيها كده بايديكم، وما زلنا بنحط الميه الدافيه بالتدريج لحد لما تبقى خلاص تمام ينفع تتعجن ومش محتاجه ميه تاني. اهم حاجه ان العجينه تكون طريه معانا مش ناشفه. بنحطها بقى على سطح كده مفرود ونبتدي نعجنها، وده اسهل كتير على فكره في العجن. نبتدي نعجن فيها بقى ايه لحد لما تنعم. اذا ما نعمتش وفضلت بتلزق ممكن نزودها معلقه دقيق ولا حاجه. انا زودتها معلقه دقيق وكملت عجن لحد لما العجينه نعمت معايا زي ما انتم شايفين كده، ونطفت ونضفت المكان كله. بتاخد لها تقريبا من 5 ل7 دقايق عجن، وبتكون عجينه طريه مش بتلزق، بس طريه خالص زي ما انتم شايفين كده. شايفين ملمسها عامل ازاي؟ طريه على الاخر. بنحط بس نقطتين زيت كده في الطبق ونوزع الزيت ونحط العجينه بتاعتنا ونغطيها ونسيبها ترتاح نص ساعه. اهم حاجه في الوصفه دي ان العجينه ترتاح. بصوا لما بتلاقوها ناعمت كده وسطحها بقى املس، بصوا تعرفوا انها ارتاحت كويس. انا سبتها ترتاح نص ساعه وشايفين شكلها بقى دلوقتي. شايفين العجينه عامله ازاي كده؟ مرتاحه تمام. نحط رشه دقيق بسيطه جدا ونمسحها مسحه خفيفه خالص بس من فوق كده عشان نعرف نفردها. يعني نفردها على شكل مستطيل مظبوط، نحاول نظبطه كده حتى بايدينا. فردوا بقى بالنشابه، تفردوا بايديكم زي ما يعجبكم. بصوا بحاول اظبط المستطيل يبقى كل طرف قدام الطرف التاني عشان لما اجي الفها بعد كده تبقى مظبوطه معايا. ومعايا 5 معالق كبيره من الزبده، بس اهم حاجه زبده تكون طريه في حراره الغرفه عشان اعرف اقطعها كده واعرف افردها فوق العجينه. ممكن تعملوا ميكس ما بين زبده وسمنه، يعني ممكن مثلا 3 معالق زبده و3 معالق سمنه، ممكن تبقى زبده بس مفيش مشكله. بصوا بفردها بايدي، وحتى كان معايا شويه سمنه كده، خدت معلقه كده بايدي وفردتها عشان تاخد بس ريحه والطعم. ما كانش عندي سمنه كتير، ما كانش عندي سمنه فلاحي، بس حطيت معلقه سمنه كده معاهم. اهم حاجه تفردوها عليها زي ما انتم شايفين كده، يعني قد العجينه، وما تزودوش وما تقللوش قوي بايديكم كده وتظبطوها. وبعد كده بنلفها رول، وبعد ما بتتلف هتلاقوها حتى طولت كده وفردت معاكم. بنقسم الرول بتاعنا من النص الأول، وبعد كده نقسم كل نص فيهم ل4، يعني هتطلع معانا 8. يعني النص كيلو هيعمل معانا 8 فطاير من الفطير المشلتت. وبرده بنرصها على حاجة فيها رشة دقيق وبنغطيها وبنسيبها ترتاح تقريبا ربع ساعة كمان. أهم حاجة عملية التريح دي، إنها ترتاح، لازم تريحوا العجينة. طبعا بنغطيها، وحتى واحنا شغالين بنبقى مغطينها. طريقة الفرد دي بسيطة جدا. بنفرد على شكل مستطيل زي ما انتم شايفين كده، علشان طبعا هي متقطعة من الأطراف ومش عايزين السمنة تطلع أو الزبدة تطلع، فبنفردها مستطيل زي ما انتم شايفين كده. نحط جوه حتة سمنة كده صغيرة أو حتة زبدة جوه كده. وبصوا بقى هعمل ايه، هاخد أطراف المستطيل بتاعي كل طرف وأقفله بالشكل ده. بس كده خلاص الموضوع انتهى. وهوريكم طبعا كذا واحدة. بصوا مستطيل عريض، بصوا بفرده بالعرض كمان، بعرضه شوية، بحط قطعة الزبدة في النص وبقفل الأطراف. طالما العجينة كمان ارتاحت كويس تبقى ماشية بقى في ايديكوا ايه يعني بكل سهولة. نظبطها كده وخلاص، بنسيبها ترتاح برضو شوية كمان طبعا قبل ما نسويها. بصوا لو في راق بصوا طالع كده، لا بدخله جوه، ما خليهوش ظاهر بره، ما لاقيش راق كده ايه منطور بره. بصوا شايفين دي؟ بصوا بقفلها. اوريكم بس حاجة هنا، شايفين الراق اللي طالع ده ممكن نسحبه كده نخليه جوه بسهوله جدا. العجينه مرتاحه مش هتتقطع. طالما العجينه مرتاحه ما تتقطعش نهائيا، وفي زبده اصلا بين الطبقات، فبيتقفل معانا كويس جدا خلاص كده. لانه بس لو في راق بره ولا حاجه يبقى شكله غريب بس مش اكتر، فعشان يبقى شكله مظبوط. ودي اخر واحده انا هعملها، بس هوريكم كمان. يعني بصوا الاطراف بتاعتها متبهدله ازاي، الرقات باينه ازاي، المفروض ما تبقاش باينه كده. فبروح شاده، بصوا الرق الخارجي ده اهم حاجه، المه كده واشده، اقفلهم كده فوق بعض.
ما يبقاش طالع، بس اهم حاجه ورا بصوا بيتشد بسهوله مش هتقطع لانها مرتاحه كويس. بس كده خلاص كده تمام. كده انا وريتكم كل حاجه ممكن تعملوها، كل الملاحظات كده معاكم. بنسيبها برضو ترتاح شويه 10 دقايق ولا حاجه. كده كده بنبتدي على طول في اول واحده احنا عملناها بتكون ارتاحت خلاص، وبرضو بتفضل متغطيه طول ما احنا شغالين عشان ما تنشفش. في طاسه بقى على النار نحط معلقه صغيره كده من السمنه، سمنه مش زبده لانه الزبده بتتحروق وبتاخد لون بسرعه، بس لو مفيش سمنه خلاص حطوا زبده وشويه زيت كده معاها. النار هاديه جدا جدا علشان نعرف نفردها كده في الاول. نفردها على شكل طاسه صغننه، ممكن طاسه اكبر من كده على حسب الطاسه، يعني على حسب انتوا هتعملوه في طاسه قد ايه عادي افردوه. ممكن يفرد يكبر عن كده مفيش مشكله. بنغطيه، اول ما بنغطيه بتلاقوه ورق كده ونفخ، وطبعا بياخد لون من تحت بنقلبه على الناحيه التانية. اهم حاجه النار تكون هاديه. بعد ما نقلبه بنغطيه كمان مره. بصوا نافخ ازاي، ده كده معناه ان هو ورق من جوه. كده هو تمام خلاص. حط حته سمنه كمان لو السمنه اتشربت، يعني حته صغننه قوي يعني زي ربع معلقه او حاجه. نفرد ونغطي نفس الكلام على نار هاديه. بصوا نفخ ازاي. اول ما ينفخ كده نقلبه على الناحيه التانية، نغطي، ولو احتاج ان احنا نقلب وهكذا لحد لما ياخد لون من الناحيتين. يعني انا حسيت انها نشفت شويه فهطلع حته سمنه صغننه كده. اهم حاجه ان النار تكون هاديه، يفضل الطاسه تكون من تحت سمكها حلو علشان ما يلسعش بسرعه، ولازم النار تكون هاديه علشان يستوي ويورق من جوه ويبقى شكله زي ما انتم شايفين كده. شوفوا بقى جميل ازاي ومورق ازاي من جوه، وعامل الرقات بتاعه الفطير بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها. من بره مقرمش، وهسمعكم كمان صوت القرمش. طيب دلوقتي انا عارفه انه هيجيلي سؤال نعمله ازاي في الفرن. صينيه عادي من صواني الفرن اللي هي الالمونيوم العاديه دي، ونحط فيها سمنه سايحه كده، وبتقسموا الرول ساعتها ل4 مش 8، ونفضل بقى نفردها برضو في الصينيه كده. اهم حاجه يكون في سمنه جوه او حاجه، وندخلها فرن سخن على درجه حراره 200 زي ما انتم شايفين. بتنفخ في الفرن وبتاخد لون من فوق خالص لوحدها من غير شوايه ولا حاجه، هي بتنفخ وتاخد لون. بتبقى كده طبعا في فرن اكيد حلو جدا، اكيد تحفه. عايزين تعملوه في الفرن اعملوه مفيش اي مشكله. بصوا بقى من فوق مقرمش ازاي. طبعا ممكن نغطيه ونسيبه يطرى شويه، وممكن ناكله على طول كده مفيش مشكله. هقطعه بقى معاه كله في الفرن عشان تشوفوا برضو شكله عامل ازاي. اظن كده معاكم طريقتين تسويه تقدروا تعملوا اي طريقه فيهم. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه فيديو جديد.